السلام عليكم ومرحبا بكم على فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا ديال اليوم غادي نقدم معكم فقاس بلدي على حقه وطريقه، فقاس باللوز. غادي نعطيكم جميع الاسرار ديال النجاح ديالو، وفقاس اللي بدون تشقق وبلا تهراس. اكيد الا جربتوه غادي ينال الاعجاب ديالكم، ونتمنى انكم تشجعوني في هذا الفيديو. واللي شاف الفيديو ديالي يدير ليا لايك وخلي ليا تعليق، واللي كيزور القناه ديالي لاول مره يشترك فيها ويفعل زر الجرس باش هكا يوصلو كل جديد كنحطو. فنبقاو مع المقادير وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير كنحتاجو اول حاجه كناخذوا قصريه ولا واحد الاناء اللي غادي تعجنوا فيه هاد الفقاس ديالكم. كندير قبصه ديال الملحه، كندير 3 ديال البيضات. بالنسبه للبيض عندي بحراره الغرفه، وعندي كاس ديال العنبه ديال السكر الخشن او السكر سنيده، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال النافع البلدي ولا النافع البستاني، انا درتو مطحون ما درتوش صاين. وعندي كيس من الزهر ديال البرتقال، يعني الكيس بنسمه الزهر ماشي ضروري غير اختياري. وهنا غادي ندير معلقه كبيره كذلك ديال الماء زهر. غادي نخلط المكونات اللي ذكرت لكم سابقا حتى كيندمجوا مزيان. عاد غادي نضيف ليهم كاس ديال الزيت. كما تشوفوا انا في هذه المرحله هذه ديال البيض والسكر تنخدمها مزيان حتى كيندمجوا هذوك المكونات. وعاد كنكمل باقي التحضير ديال الفقاس ديالنا. اللي عنده العجانه يخدم غير في العجانه ماشي مشكل. صافي كما تشوفوا معايا هنايا من بعد ما خلطته مزيان بهذه الطريقه هذه وتاكدت ان البيض والسكر يعني سكر داب، غادي ندوز باش غادي ندير كاس ديال الزيت بقياس كاس ديال العنبه. القياسات اللي عطيتكم كلها بكاس ديال العنبه، والمقادير غادي تلقاوهم في صندوق الوصف كالعاده. صافي كنخلط عاوتاني مزيان هذاك الزيت مع دوك المكونات حتى كيندمجوا مزيان. ومن بعد غادي ندير هنايا 50 غرام ما يعادل نص كاس ديال الزنجلان، عندي هنا زنجلان محمر غادي نزيدو. بالنسبه ليا انا درت نص كاس ديال الزنجلان، هذا هو القياس اللي غادي ندير في 3 ديال البيضات. من بعد ما درت الزنجلان غادي نضيف كاس ديال اللوز بقياس كاس ديال العنبه طبعا ما يعادل 100 غرام، وغادي نخلط مزيان مع المكونات. بالنسبه للوز فانا ما بيتوش ما خليتوش مده طويله في الماء، فقط فزكتو غير في الوقيته اللي كنت غادي نخدم فيها، يعني ملي كنت كنوجد المكونات فزكتو. وغادي نضيف هنايا 2 ديال الاكياس من خميره الحلويات. واخر حاجه غادي نضيفها هي الدقيق بالتدريج، يعني دفعه بدفعه. انا تقريبا خدا مني 7 ديال الكؤوس من الدقيق. غادي نرجع لكم للوز. بالنسبه للوز علاش ما رقدتوش مده طويله؟ اللوز الا شرب الماء ما كيتحمرش مزيان، كيجي لاوي في العضه. ولا خدمتو به يعني واحد المده كما درت له دابا انا ما فزكتوش مده طويله، تيحافظ على ديك القرمشه ديالو ملي كتكونوا كتحمروا في الفقاس ديالكم. انا كنفضل انكم ما تبيتوش باش ما تخليوش يشرب لكم الماء بزاف. صافي من بعد انا كما تشوفوا انا كنضيف هنا كاس بكاس ديال الدقيق بطبيعه الحال اللي كنغربلو. صافي حتى كنحصل على واحد العجين اللي لين ومتماسك كما غادي تشاهدوا معايا في الفيديو. غير تبعوا النصائح اللي غادي نعطيكم وان شاء الله غادي هذا الفقاس ينجح معكم 100%. غير هو الدقيق ديما سيروا بالتدريج، يعني انا كما قلت لكم هنايا خدا مني 7 ديال الكؤوس، 7 ديال الكؤوس، ولكن على حسب الحجم ديال البيض. انا عندي هنا البيض كبير، داكشي باش هز ليا 7 ديال الكيسان. ممكن هز لكم قل ممكن هز لكم اكثر. صافي من بعد هذا هو القوام اللي غادي تحصلوا عليه. غادي نقطع هاد العجين ديالنا الى 3 قطع، وكل قطعه غادي نشكل منها كره، وكل كره غادي نشكل منها بودانه. يعني غادي ندير 3 ديال لي بودان وغادي نحطهم في الصينيه اللي غادي تدخل الفرن. وهنا غادي نعطيكم نصائح باش هكايا الفقاس ينجح معاكم. اول حاجه ما تخليوش اللوز ديالكم يكون في الواجهه، حاولوا تدخلوا اللوز ديالكم الوسط باش منين تجيو تقطعوا الفقاس ديالكم ما يتهرس ليكمش. ثاني حاجه اللي مهمه الفران، الطريقه ديال الطهي ديال الفقاس مهم بزاف. كندخلوا الفقاس الفران اللي يكون بارد، يعني ما كنسخنوش نهائيا. ودرجه الحراره كتكون خافته، يعني انا طيبته على درجه حراره 140 درجه بالنسبه للفرن الكهربائي. بالنسبه للفرن الغازي غادي تنقصوا بزاف بزاف على العافيه، يعني عافيه اللي تكون مهيله وتخليوه يطيب على خاطرو حتى كياخذ داك اللون الذهبي. هنا دهنت هاد الفقاس ديالي باصفر بيضه والقليل من الحليب والكاكاو.
شويه ديال الكاكاو وزينتو هكايا بالفرشيطه، وغادي ندخلو كما قلت لكم الفران، وحتى غنتقبوا عاد ندخلو الفران باش هكايا نتفاداو انه يتشقق. كل ما الفقاس ديالكم طاب على نار مهيله وفران اللي بارد كل ما غيتشقق ليكمش. شحال من واحد تيقول ان البيض كيشقق، انا من الناس اللي كنت يصحاب لي البيض تيشقق. لا، هو كل ما طاب علم الفقاس كل ما كياخد اللون موحد، وكل ما كيطيب الفقاس من الداخل وما كيتشقق ليكمش نهائيا من الفوق. الحراره اللي كتكون مجهده في الفران هي اللي كتطرطق لكم الفقاس ديالكم. صافي كما تشوفوا معايا هنايا، من بعد ما غادي نتقموا مباشره غادي ندخلوا كما قلت لكم الفران اللي هو بارد، وغادي نوريكم بالنسبه للفرن ديالي كيفاش خدمت به. وبالنسبه يعني الصينيه ديالكم خصها تكون بعيده على المكان ديال النار او العافيه. كما تشوفوا هنايا درت الدفه الاولى، الثانيه، في الثالثه فين حطيت الصينيه ديالي، يعني بعدته بزاف بزاف على العافيه وخليته ياخد الوقت ديالو. بالنسبه لدرجه الحراره ها هي قدامكم، غادي نديرها 140 درجه، يعني كل ما طاب على حراره اقل كل ما تيطيب مزيان. وبالنسبه للشعول شعلته غير من التحت فقط. صافي من بعد ما طاب ها هو خرجته، هذا هو اللون اللي خدا ليا، واحد اللون مذهب زوين. ها انتم غادي تشوفوا من التحت كيفاش كيجي طايب. كل مره تبقاو تنفسوا عليه الفران، وفي نفس الوقت تراقبوا هاد الفقاس ديالكم. اهم حاجه هو انه يجيكم اللون موحد. غادي ناخذ واحد الفوطه اللي غادي نفزكها مزيان ونعصرها، وغادي نخليه على جنب حتى كيبرد مزيان، ما غنبيتو ما حتى حاجه، فقط غير يبرد غادي نبدا كنقطع فيه. صافي هنايا انا بديت كنقطع فيه، واخا يبان لكم راني كنقطعو غليظ، لا راه هو رقيق، غير مع التصوير تيبان هكا يغليظ، وحتى شي وحده ما كتضيع. نتوما كتشوفوا بالنسبه للموس اللي تقطعوا به الفقاس ديالكم ديال اللوز، من الاحسن يكون يا اما كيوتور يا اما الموس ديال المنشار، باش هكايا تيتقطع لكم الفقاس ديالكم بكل سهوله وما تيتهرش معكم نهائيا. هانتوما كتشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي رائع بدون تشقق بلا تهراس، ناجح من اول تجربه. فقط غير تبعوا النصائح اللي قلت لكم، راه الطريقه ديال الطياب ديال الفقاس مهمه بزاف بزاف بزاف، والطريقه باش تقطعوه او السكين اللي غتقطعوه به حتى هو مهم باش ما يهرس لكمش الفقاس ديالكم. وبالنسبه للتشقق غادي تفاداوه الى طيبتوا الفقاس ديالكم وعطيتوه للخاطر على نار اللي هو مهيل عفوا. فانا الفقاس درتو هنايا غير صغير، ممكن نتوما تكبروا ديروا جوج بودانات الكبارين، لكم الاختيار. انا درت 3 متوسطين، وكان هذا هو الفقاس ديالي اللي قطعته. هانتوما كتشوفوا هو قدام عينيكم كله زوين، كله يعني شد شكل واحد، فورمه واحده. من بعد هنايا غندخلو يتحمر. صافي من بعد ما تحمر هذا هو الشكل النهائي ديال الفقاس. من بعد ما خرجته من الفران فقط خدا واحد اللون اللي مذهب، وخرجته كيجي مقرمش بنين، واحد الريحه كتكون في الدار يا سلام ديال الفقاس، غزاله داك ريحه النافع وريحه المزهر تجي غزاله بزاف. نتمنى فعلا انكم تجربوه في هذا العيد. الصراحه هاد الحلويات التقليديه كتبقى من آلة الحلويات، كتكون زوينه وراقيه، وبالخصوص في المائده ديال العيد. وهكا وصلت معكم لنهاية الفيديو. نتمنى لعجبكم الفيديو ديالي انكم تشجعوني باللايك ديالكم وبالتعليق ديالكم، وكذلك انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاهل ديالكم والاحباب والاصدقاء باش هكا تعم الفائده ان شاء الله. وشكرا للتشجيع ديالكم، شكرا للمتتبعين الجدد اللي التحقوا بالقناه مؤخرا، شكرا جزيلا لكم. ما بقى لي نقول لكم غير بسلامه عليكم، ونتلاقاو مع فيديو جديد ووصفه جديده.